الصادق المصدق على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد المصدق وأصدق يا رب صل على محمد ومنطقا وأصدق يا رب صل على محمد ظالما للطغاة حقا يا رب صل على محمد ظالما للطغاة حقا يا رب صل على محمد بالسخاء والوفاء خلا يا رب صل على محمد بالصفا والوفاء خلا يا رب صل على محمد واجمع من الشر ما تفرقا يا رب صل على محمد واجمع من الشر ما تفرقا يا رب صل على محمد وسهل ما قد تعوى يا رب صل على محمد وسهل ما قد تعوى يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مولى يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مولى يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا رب صل على محمد وآله ومن بالحبيب عشا يا رب صل على محمد وآله ومن بالحبيب عشا يا رب صل على محمد بحبل النبي تولى يا رب صل على محمد بحبل النبي توسل يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى ذكره وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فيض المنة ما جرت في أقداره الجسم فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة علق الأزلية في خلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة كالظهر في هيكل محمود عصرت لوجودها أكلام الوجود وضرزت من العوالم تراز تكريم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله جل الحق
في العالم الكرسي الواسع تجلي القضاء في انتشار فضله بالقرب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر بعفو بتعداد ولا يبلغ ذكره بكثرة الدرداد حيث أبرز من علمك صورة الإنسان تشرف بجده ثقلان وتنتشر اسمه في الأكوان فما من صديق تصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن أنا من والا جل من شرف الوجود بنور ومرض بهجة وجمالا قد ترقى يوصي على مقام وتنهى بمجده وتعالى أضحت معير في المجد ذاته بشرا كاملا يسير الضلال وهو من فوق وعد رفعه ضحة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أفرد من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحاول عبد عنه الجنان انتشر منه في العالم البطون والظهور ما ملأ الوجود البقية صلى الله من إله كريم بشرنا يضرب بذكر الحكيم ببشارة نقول جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاتت هذه البشارة وطرقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان كوعد وثنوه على أهل اليقين مثل ذلك الإذعان وتصديق الشواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فضله ونعمله صلى الله عليه وسلم الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة قضى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه وسلم بظلمة جهد المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أصاحها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر للصلوات وأجمعها وزكت صحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتد الخدمة لله وقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسبيح المصلى عليه به صلاة يتسبيح المصلى عليه به صلاة يتصل بها روح المصلى عليه فينبسط في قلبه نور الشر تعلق به وحبه ويلطف بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صلاة المجد بقربه وتفيعوا بالأشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنسب ذكراهم نسير اللهم
وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا طيبة يا طيبة يا
تعلقت إرادة الله بالعلم القديم في ظهور أسرار تحسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الظاهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيدة التصوير في العالم المدلك الكبير عن جمال مشهود بالعين أو بوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصحاب الكريمة والبطون من صرف ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر الذي يتنقل في بروزه ليتشرف في موطن استقراره وموضع خروجه وقد قالت الأقدار الأزلية بما قالت وأجهلت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره بالفاخرة والأرحام الشارفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونور حير الأبحار ظهوره أبحر فتعلقت همة الرقيب لهذه الهروب بأن يرقب في هذا القرطاس ما هو لديه من عزائم ذلك النور معروف وإن كانت الأرسل لا تفي بعصر معشار أوصاف ذلك الأصاب تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين علينا فأنا تغرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفجر الذي عم العالمين وبقيت رايته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي تأثري بهذه الحضرة الكريمة وناعد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخل في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروح ذكره في ذلك النعيم اللهم صل وسلم على صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته به الأنامل مما استفاده الفهم من صفاته العبد المحبوب الكافر والشمائل الذي عاد الشمائل وهو حسن أن نثبت بلغ إلينا في شر هذا الحديث من أخبار وآثار ليتجرب بكتابة القلم والقرطاس وتتنسى في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة هذا الحديث أول مخلوق مارس في العالم ومنه رعى الوجود خلق على قلب فيها حدث وهذا خرج صدق الله وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء إذا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد من حديث أبي
هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أولى النبيين في الخلق وآخرهم عن الرواية بأنه أول الخلق وجوه وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من البرية بكمال الخصوصية فسرعت أصلابهم ظلما شرفت من العالمين هذا النور صبي آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت بالعلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وفي الهدية في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صبي عبد الله فألقاه ضمته عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة الصالحة صلى الله عليه فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه آلما ولا حتى الرجال على شهر من حمله وقرب وقت دروسه العالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصحيح اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا الله يا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن يعالك في هذه الذرة المكنونة والجوهرة الموصولة والقمر كله يصبح ويمسي في ابتهاج بقرب ظهور أصرافها السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط زواحر الكنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيل العبارة معلنة من كمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بأمرها بغلام ببركات وسعادة هذا الإمام ولم تجر الأرض والسماوات متلمفة بإدر الفرى بمناكة أشراف البريات وبروز من عالم الحضر إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والزهور وأشهر الله بالأذن بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم بوجود هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين قرب أوان ولع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب فامطر الوجود إليه على الوجود تسير وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قدرة كشفت هذا المسطور ليرد نوره كاملا في عالم الظهور نور فاك كل نور وبدا الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيثا لجنابها المسعود ومشاركة لها بهذا الصفات الممنون وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين فانقسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية فأتمرت الذي رتب الله على وضعه وجل هذا المولود فانطلق سبل الكمال من النور عن الأموال وبلد الحامل المحمول ودعنا لله بالتقدير والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول الله
ولقد انتصر صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق ما تضيق عن كتابته بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأولهم بلا مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالحلم إلى حلما ورفقا فضره وكان يقول ولا يفعل إلا معروفا والخلق سهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو له الشفيق والرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة الأخلاق الهيبة المحرومية التي ترى حرائص الأقوياء من وخلقه بأشرف الخصوصية وما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متوقع عن زيد أجود من وصف الحبيب وشانه والملعنى بمجده ومكانه وصف عز وتعالى مجدها أخذت على مجلسها بعنانه وقد انقصد القلم في تدوير ما أفاده العلم والطالع وللنبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله بهذا العبد المكرم بالتكريم والتعظيم والخلق العظيم الذي أدرك عدة الأقلام في هذا المقام أقرأ السلام على سيدنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخلق كما يحسن التقديم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أنت نصرة أقوى فيك صور
Masya Allah. Lihat terus. Amin.